السلام على الجسد السليم. صفوان يقول كنت مع الإمام الصادق بين 40 بيوم في الحيرة. قال يا صفوان، قلت بلى. قال غدا 40، غدا نذهب إلى زيارة جدي أبي عبد الله جد الحسين. قلت سيدي احنا محاصرين، احنا مضايقين. قال لا عليك، سنقرأ قوله تعالى، سنقرأ قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون. وفعلا يقول ثاني يوم يقول ذهبنا أنا والإمام. يقول صفوان ما أن قرب الإمام من أرض كربلاء أغرقت عيناه بالدموع وجريت دموعه واختنق بعبرته. يقول صفوان رأيت الإمام يحبو على ركبته وينتحب ويبكي وينادي جدا يا حسينا قتلوك ومن شرب الماء منعوك يا أبا عبد الله. يقول أخذ يحبو على ركبته. قلت سيدي أصنع كما تصنع؟ قال لا 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 يا صفوان إنك لا ترى ما أرى. قلت سيدي وما ترى؟ قال يا صفوان إني لأرى دماء جدي الحسين حائرة حول قبره وإماما وحسينا. إن قل سيدي هذا انتهيج. جاء لما اجت زينب عليه السلام في هذا المكان. يقول الراوي وصل الإمام زين العابدين إلى مفترق طريق. قال سيدي ها قد وصلنا. الدليل قال سيدي قد وصلنا إلى مفترق طريق. هذا يؤدي بنا إلى كربلاء وهذا يؤدي بنا إلى المدينة. اختنق الإمام بعبرته وجرت دموع. قال دعني يا عمتي زينب ما رأيها؟ جاء إلى عمتي زينب قال عم زينب قد وصلنا إلى مفترق طريق هذا يؤدي بنا إلى المدينة. يقول تمايلت من على ظهر ناقتها. قالت عم علي ومن ذا الذي بقى لي في المدينة؟ يا الليالي يا الليالي أنا عندش بعد ظهر يا الليالي. والله أنا عندش بعد ظهر يا الليالي. بيت صفا منزل بخالي. والله بيت وصفا منزل بخالي. الواد بقبر تطلب نوالي. أنا الواد بقبر تطلب نوالي. بجان اخوتي والراس عالي. إذا عندك ون وياي ابوي تساعدني. ظلت أنا بحسرة ثم قال عم زينب ارحمي حالي. إذا وقعت من الذي يركبك على نار؟ إذ قل يا عم شلون يا عم شلون
خطبت للمدينة شقول اللي يقول حسين وين انا شقول اللي ناشدني من الناس خوش حسين وين عباس اقول حسين ظل جثة بلا راس وعباس في القطعة ويمين. ثم قال عم زينب هذا طريق يؤدي بنا الى كربلاء. اختنقت بعبرتها قالت عم علي دلني على قبر اخي وابن ام الحسين. يقول الامام والله جئت بزمام ناقة عمتي زينب ما تمالكت بنفسها سلام الله عليها. يقول رمت بنفسها من على ظهر ناقتها على قبر اخيها فرض طاح على قبر حسين طاح نوحا ثم الفصيل عليه ناحا. والله شلون اصوات يم القبر صاحت يا صاحب هالقبر جدك نساوي. جلست الى قبر اخيها تقول اخويا ببايان لو ان القبر كون لبيب خويا لو ان القبر كون لبيبايان واشوف شلون نومتكم يا ولد خويا واشكي لكم ضيم والاحزان خويا لا تظنها لا تظنها فاقدك علي لا تظنها. وبعد يا زينب وين تريد تروح؟ تريد تروح لابو فاضل تريد تقعد يم العباس. صاحت عمي العلي للنوب للعباس ودي عمي العلي للنوب للعباس وديني اريد اقعد على قبره وحاجيه ويحاجي. انا اريد اقعد على قبره وحاجيه ويحاجيني ليش بولية العدوان ابو فاضل يخلي تقول لك خويا صوت الجان ما ينسمع سمعه وطول الجان ما ينشاف شافه خويا وخدر الجان ما ينداس داسه